سجلي بقى الوصفة دي بقى عندك لعزومات رمضان. اللهم بارك، حاجة كده سكر. هتقولي يا اسماء ايه الصواني القمر دي؟ حرفيا. بصوا بقى تستوي كده بدون نقطة مية، شوية تتبيلة كده وخلطة، حاجة كده اللهم بارك، عسل نحل. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا شوية طماطم كده عاملاهم مكعبات صغيرة، ومعايا برضو مثلا حبتين او 3 من البصل عاملاه جوانح. ننزل بقى كده بالبهار بتاعنا، فلفل اسود، ومعايا بهار فراخ، ومعايا كبابه صيني اللي هي البودر، ومعلقه كبيره كده من البابريكا، وشويه كمان من الشطه البودر على حسب الرغبه، لو بتحب الحاجه سبايسي شويه، بس بتبقى طعمها لذيذ جدا جدا السبايسي، او قرن فلفل مثلا موجوده عندك. ومعايا بقى الملح بتاعنا او الدقه المبهره، ومعايا معلقه كبيره من معجون الطماطم، ومعايا كمان ربع كوبايه من الزيت، ومكعب ماجي، ورشه سكر. همسك بقى الخليط كل ده مع بعضه كده، ادعكهم كويس جدا مع بعض، البصل ومكعبات الطماطم وشويه البهارات والزيت، كل ده كده مع بعضه. طبعا موجودة عندكم في صندوق الوصف، وكمان في أول التعليقات مقادير البهارات والبصل وخليط الطماطم. أهم حاجة يا بنات ادعكيهم كويس جدا. بعد كده بقى سوا فرخة كاملة أو وراك أيا كان عندك. أنا عندي وراك مقطعاه كده، الورك يعني نصين. تمسكي بقى كل قطعة كده وتدعكيها كويس جدا من الخلطة دي، بحيث كده تمتص كده السوائل بتاعة الخلطة، وكمان تتشبع منها. انا شغاله دلوقتي معاك، وشغلت الفرن البوتاجاز علشان يحمى شويه. شايفين بقى انا بمسك كده قطعه قطعه، افضل ادعك فيها كده بالتتبيله القمر دي بتحلي اللحم نفسه. وهرصهم كده في الصينيه. دول عندي وراك النهارده، كنت عامله وراك يعني مقطعه كده الورك 2 أو 3. عايزه تعملي فرخه كامله براحتك. خلاص كده زي الفل، بدون بقى نقطة مية، ما بحطش مية ولا شوربة ولا أي حاجة. هي بتستوي كده منها فيها، يعني الخضار والسوائل دي كلها هي اللي بتسوي لي وتطعم لي الفرخة كمان نفسها. هجيب بقى كده ورق فويل، وأغطي الصينية بتاعتي، وأدخلها على شبكة الفرن في الرف الأوسط. بتاخد بالظبط معايا ساعة. لو فرخة كاملة تبقى ساعة وربع مثلا، عشان خاطر الصدور بتحتاج تسوية شوية، لكن الوراك ما بتاخدش أصلا تسوية. بالظبط ساعة. وبعد ساعة بشيل ورق الفويل من عليها واشغل الشواية بالظبط، يعني 7 8 دقايق تاخد لون جميل بالشكل ده، وأطلع على طول. عايزة أقولك هتقولي يا أسماء في حياتنا ما أكلنا ده، كفاية بس شوية الصوص أو الخلطة دول حرفيا في حتة تانية خالص، هيتاكلوا كده قبل الفراخ نفسها، جنب شوية رز أبيض. شايفين بقى جمال يا ولاد؟ الخليط والصوص تقيل كده ومتكرمل، اللهم بارك. جنب شوية رز أبيض، أو رز بشعرية، أو شوية مكرونة محمرين، أو بعيش، صراحة زي السكر. أنا عن نفسي بحب أكلها كده بالعيش. بألف هنا وشفا، وجربوها. سلام عليكم.